سلام خوتي، تحية كبيرة لكم كاملين. مرحبا بكم في واحد الموضوع اللي ما كاينش شي واحد فيكم ما طرحش هاد السؤال على راسو مؤخرا. واش هذا هو الوقت المناسب باش نشريو داك الحلم ديال الدار، ولا من الأحسن نستناو حتى يوصل العام ديال 2026 ونشوفو شنو ما وقع؟ هاد السؤال ماشي سهل، حيت فيه المصير ديال الفلوس ديال سنين ديال الخدمة، وفيه المستقبل ديال بزاف ديال الأسر. الموضوع اليوم خطير بزاف، وغادي ندخلوا فيه العمق ونشوفوا جميع الجوانب اللي كتأثر على الثمن ديال العقار حاليا وفي المستقبل القريب. غنحللوا لكم اليوم علاش الثمن ديال العقار ما بقاش مستقر، وغادي نكشفوا الأسباب الحقيقية وراء هذا التذبذب. واش السبب هو أن البنك المركزي طلع نسبة الفائدة باش يحارب التضخم، وهذا الشيء خلى الكريديات يغلاو بزاف، ولا واش الخوف ديال الناس من المستقبل المهني ديالهم مع دخول الذكاء الاصطناعي اللي بدا كيهدد بزاف ديال الخدمات والمهن؟ ولا يمكن السبب كاين في دوك الإجراءات الجديدة اللي دارتهم الدولة على الشراء بالكاش، وكيفاش هاد الشيء خلى الناس يردوا بالهم مزيان منين جابوا الفلوس ديالهم ويخافوا من الضريبة ديال 37%. زيد عليها واش المنافسة القوية بين لي بروموتور وتخمة العرض غتخليهم ينقصوا الثمن بزز منهم. وقبل ما نكملو بغيت نطلب منكم واحد الطلب بسيط. إلا عجبكم هذا التحليل الدقيق ديروا لايك الفيديو واشتركوا في القناة. راني عارفكم تبغيو المعلومة الصحيحة والموثوقة، ولهذا السبب حنا في 1H كوليكشن ديما كنكونوا أصل المعلومة الموثوقة، وكنخدموا باش نكونوا قناة العقار الأولى في المغرب. الدعم ديالكم مهم بزاف لينا باش نستمروا في تقديم هذا النوع ديال التحاليل العميقة. يلا ندخلوا الموضوع ديالنا مباشرة. دابا باش نجاوبوا على واش نشريو دابا ولا لا، خاصنا نحطوا يدينا على الواقع الحالي. أول حاجة خاصكم تعرفوها، الثمن ديال العقار في المغرب راه ما بقاش موحد، كيختلف بشكل كبير من مدينة لمدينة. كاينين مدن اللي عليهم الطلب كبير بزاف، بحال المدن الكبيرة اللي كيكون فيها الشغل، وهادو لي بروموتور تما كيكونوا شادين في الثمن وما مفارقينش معاه. وكاينين مدن أخرى الطلب عليها قليل، وهذا هو اللي كنسميوه العرض والطلب. هاد المدن اللي عليها الطلب قليل هما اللي ممكن نشوفوا فيهم انخفاض في الثمن. لكن السؤال المهم هو، واش لي بروموتور غادي يبقاو شادين في الثمن واخا كاين هاد الدعم اللي دارت الدولة؟ واش غادي يقدروا يصمدوا امام هاد الموجة الجديدة ديال التغييرات الاقتصادية؟ الجواب اللي ممكن نقوله لكم بكل صراحة هو أن الأغلبية ديال لي بروموتور ما غاديش يقدروا يبقاو شادين في الثمن ديالهم. وعلاش؟ كاينين 3 ديال الأسباب رئيسية اللي كتخلي هاد المقاولين غادي يضطروا يراجعوا الأثمان ديالهم. السبب الأول وهو السبب الأقوى هو قرار البنك المركزي. البنك ديال المغرب بغى يحارب التضخم، وهذا الشيء خلاه يطلع نسبة الفائدة. وهاد الزيادة في الفائدة كان عندها واحد التأثير مباشر ومؤلم على المواطن البسيط اللي باغي يشري. أغلب الناس اللي كيشريو ديور أو شقق حاليا كيشريو بالكريدي. ملي طلعت الفائدة ولات تكلفة الكريدي غالية بزاف، وهاد الشيء خلق واحد الخوف كبير عند الشباب والمشترين عموما. تيقول لك الواحد، إلا خديت كريدي دابا الثمن ديالو طلع عليا بزاف، واش غادي نقدر نرجعو ولا لا؟ هاد الخوف وهاد الحذر كيخليو نسبة كبيرة من المشترين المحتملين يتراجعوا، أو على الأقل يأجلوا القرار ديالهم. هاد التراجع ديال المشترين كيشكل ضغط كبير على البروموتور. السبب الثاني هو التخوف من عدم استقرار الوضع المهني. شحال من واحد فينا خدام في واحد الشركة، ولكن ملي كنسمعوا على التطور السريع ديال الذكاء الاصطناعي كنتخوفوا. الذكاء الاصطناعي راح بدا كيخلي بعض المهن ما بقاوش مستقرين. مثلا شركة كانت كتوظف 5 ديال الناس، دابا تقدر تخدم واحد اللي غيدير الخدمة ديالهم كاملة باستعمال الذكاء الاصطناعي. هاد الشك وعدم الاستقرار المهني كيأثر بشكل كبير على قرار الشراء ديال العقار، حيث العقار استثمار طويل الأمد واللي خاصو استقرار مادي كبير. ملي كتكون خايف على خدمتك مستحيل تفكر تشري بارتما أو دار. هاد الشيء كيخلي الثمن ديال العقار يكون غير مستقر، حيث ما بقاش الطلب قوي والناس ما بقاوش كيشريو حيت خايفين. السبب الثالث اللي غادي يخلي لي بروموتور يعانيو في بداية 2026 هو الإجراءات الحكومية الجديدة اللي كتخص الشراء بالكاش. بزاف ديال الناس كانوا كيشريو بالكاش، ولكن دابا الدولة زادت عليهم واحد الضريبة ديال 3% على الشراء بالكاش. هاد الشيء بوحدو راه كيخلي الواحد يفكر 1000 مرة. وزيد عليها الخطورة الكبيرة هي أن الدولة غتبدا تسولك منين جبتي هاد الفلوس، وإلا ما كنتيش مصرح بهاد الفلوس ومخلص عليهم الضريبة فراه ممكن تخلص حتى 37% ديال الضريبة. هاد الإجراء هذا في بداية 2026 غادي يخلي بزاف ديال الناس اللي عندهم فلوس كاش يفضلوا يتسناو ويشوفوا شنو غادي يوقع،
ما غاديش يشريوه، وهذا الشيء كيشكل واحد الضربة قوية للمقاول اللي باني داك العقار ومستني يبيعو باش يترزق الله. تصوروا معايا واحد المقاول باني واحد العمارة، دوز 3 شهور 4 شهور 5 شهور وما باع والو، ولا باع غير شقة ولا جوج. علاش؟ حيت عدد المقاولين او لي بروموتور ديال العقارات راه كتار بزاف، ولات عندنا واحد التنافسية كبيرة. هاد التنافسية هادي ملي كيتلاقى مع ضعف الطلب شنو غيوقع؟ غتولي عنده مشكلة ديال السيولة، وغادي يضطر ينقص الثمن ديالو بزز، بحال اللي كيوقع في السوق ديال الخضرة ملي كيجي شي واحد وعنده السلعة بزايد باش يبيعها قبل ما تخسر كيولي ينقص الثمن. نفس الشيء غادي يوقع في العقار. لي بروموتور اللي غيبقاو ليهم الشقق ما غيكون عندهم حل من غير انهم ينقصوا الثمن، وهذا المصطلح ديال التهراس او تكسير الثمن غادي يولي متداول. هنا خاصني ندوي على واحد النقطة مهمة بزاف، وهي النقطة ديال جشع بعض لي بروموتور. كاين بعض المقاولين اللي مازال فيتعاملوا بمنطق قديم. مثلا شقة الثمن ديالها الحقيقي هو 25 مليون، ولكن كيمشي عندك المقاول وكيقول لك لا، الثمن راه هو 35 مليون. وعلاش كيدير هاد اللعبة؟ باش يجمع داك العشرة ديال المليون ديال الدعم اللي دارت الدولة للمواطن البسيط. بمعنى هو كيستغل الدعم اللي داروا الملك نصره الله للمواطن باش هو يستافد منه، والمواطن تيولي بحال الا خدا الدعم من عند الدولة وعطاه للمقاول. هاد النوع ديال التعامل كيرجع بالضرر على القطاع كامل، حيت المواطن الواعي ما بقاش باغي يدخل في هاد اللعبة وكيقول لك انا ما حاملش هاد الديكور وكيخليه يمشي في حاله. الدولة دارت هاد الدعم باش المواطن يستافد، باش بارتما ديال 25 مليون ياخدها ب 15 مليون، ماشي باش تولي بثمن مبالغ فيه. هاد التصرفات ديال بعض المقاولين حتى هي كتأثر سلبيا على حركة البيع والشراء. وحنا في قناة 1H Collection ديما كنسلطوا الضوء على هاد التلاعبات باش تكونوا على بال. أخيرا كاين واحد التطور كبير وواحد التغيير في العقلية ديال المشترين الشباب، وهاد الشيء اللي خاصنا نردوا ليه البال. دابا الناس ما بقاوش كيفكروا غير في الشراء، ولينا كنشوفوا عقلية الكرا بدات كتسيطر. علاش؟ حيت الشقق اللي كيكونوا زوينين وفي مناطق مزيانة الثمن ديال البيع ديالهم تيكون طالع بزاف. بالتالي الشباب ولاو كيفكروا بواحد المنطق عملي. علاش نشري في مدينة بعيدة ونضيع الوقت والجهد والفلوس في الترونسبور؟ ولا كيشوف ان الاحسن ليه يكري كارونسونيير ولا شقة صغيرة اللي تكون قريبة للخدمة ديالو. هاد التفكير ديال القرب من العمل راه مهم بزاف. هاد العقلية الجديدة كتشبه بزاف العقلية الأوروبية اللي كتعتمد على الكرا وكتبقى تبدل السكن ديالها كل ما تبدلات الخدمة ديالها. بالتالي بدلوا هادوك الشباب فلوس ترونسبور والمشاكل ديال السكن البعيد باش يكريو شقق صغار قراب ليهم. يعني دابا الشباب ما بقاوش كيفكروا يشريو عقارات كبار، ولو كيفكروا يشريو عقارات صغار أو يفضلوا الكرا. هاد التطور الشبابي في مجال العقار غادي ينقص من الطلب على الشقق الكبيرة ويخلي التركيز على العقارات الصغيرة أو الكرا. إذن دابا باش نجاوبوا على السؤال اللي طرحناه في البداية، واش العقار غادي ينقص الثمن ديالو في 2026 ولا غادي يطلع؟ الخلاصة والجواب اللي ممكن نقدم لكم بناء على كل هاد التحليلات هو أن الثمن ديال العقار غادي يكون غير مستقر. ما نقدروا نقولوا لا غيطلع ولا غينزل بواحد الشكل قطعي، ولكن إلا قارنا الفترة ديال 2023 مع 2025 غنلقاو أن عدد الناس اللي شراو العقارات قل بزاف. بمعنى نسبة الشراء غادي تقل بسبب هذا ارتفاع الفائدة وجميع المشاكل اللي ذكرنا. ملي كتقل نسبة الشراء راه كيتزاد الضغط على لي بروموتور باش ينقصوا الثمن، وغادي يضطروا يديروا هذا الشيء بزز. غتولي عندهم منافسة قوية وكل واحد غيحاول يبيع داك الشيء اللي بقى عنده بأي ثمن. ممكن جدا أن الثمن ديال العقار ينقص في بعض المدن بنسبة اللي تقدر توصل 30% أو 20%، ولكن كاين مدن أخرى اللي غتبقى شادة في الثمن وممكن تطلع الثمن بشكل خيالي بسبب ارتفاع الطلب فيها. يعني ما كاينش واحد الجواب موحد كيصلح لجميع المدن. القرار كيبقى قرار شخصي، ولكن خاصكم تردوا البال لجميع هاد العوامل اللي ذكرت. إلا شفتوا أن هاد الفترة غير مناسبة ليك بسبب غلاء الكريدي أو عدم استقرار خدمتك، فمن الأحسن تكون حذر وتسنى. نتمنى أن هاد التحليل يكون فادكم ونور لكم الطريق باش تاخذوا القرار الصحيح. 1H Collection ديما معاكم بالجديد. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو إلى عجبكم وتخليوا لنا الآراء ديالكم في التعاليق حول واش كتشوفوا الثمن ديال العقار غادي ينقص ولا غادي يزيد، باش نشوفوا التوقعات ديالكم حتى نتوما. إلى فيديو آخر إن شاء الله وموضوع جديد حول العقار. تهلاو في ريوسكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.